السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اليوم الوصفة راح تكون عبارة عن برجر لحم لكن مع شوية إضافات. طبعا أول شيء نقطع البطاط شرايح حسب الشكل اللي تبونه. أنا عن نفسي أحب هذا الشكل. ثاني شيء نجهز حبة بصل أبيض كبيرة ونقطعها بهذا الشكل. نحط اللحم في صينية ونجهز للتتبيل. طبعا نعصر حبتين ليمون ونصب كمية الليمون على اللحم. وأهم شيء أكليل الجبل، رشة من أكليل الجبل على كل قطعة لحم، ونضيف رشة ملح على كل قطعة لحم، ومن بعدها الفلفل الأسود. نرش رشتين على كل قطعة لحم، وعينك على البابريكا، ونرش رشتين على كل قطعة لحم. نتوكل على الله، ونرش الكلاسيك باربيكيو سوسنج على قطع اللحم. نتأكد من ان اللحم متبل بالكامل، واذا شيء ناقص نضيف الزبدة، ونحط 3 فصوص ثوم، ونحط البقدونس. ننزل اللحم على نار هادية حتى يتغير لونه ويكون ناضج وجاهز للأكل. نخلي اللحم من 10 إلى 12 دقيقة، وإذا جفت الزبدة من المقلاة نزيد زبدة. طبعا ناخذ البصل ونشوحه على زيت في مقلاة ثانية حتى يكون جاهز، ومن بعدها نجهز البطاطس. نرجع اللحم ونضيف عليه جبن ونحطه في المقلاة. نجهز البرجر ونحط اللحم في البرجر، ومن بعدها نضيف الإضافات الأخرى. نضيف شوية بصل، ومن بعدها الباربيكيو صوص. وللي يحبون السبايسي يقدرون يحطون الهالابينو. وبعدها نحط حبة خس، ونضيف 3 إلى 4 حبات من شرايح البطاطس. طبعا يا اخواني بالامكان استبدال الباربيكيو صوص مع الكاتشب او المايونيز مثل ما تشوفون، وبالعافية عليكم.